Powiedzmy, że jestem człowiekiem, który dostał od Boga drugą szansę. هلا شباب، شلونكم؟ سلطان على المايك. طبعا اليوم ويانا بنية قحبة من العيار الثقيل اللي اسمها ليال، بين قوسين كردية، كاكا باشي من هالنوع. البنية تحب تبرز شخصيتها بالساحة قد ما تقدر، بس ما تعرف شلون، ولعبت بالنار، واللي يلعب بالنار معروف يحرق نفسه. وراح نمر بالمراحل اللي مرت بيها هي ويا ربعي اللي هم حيدر ومار واني سلطان، وراح نشوفكم وراح تسمعون ايش سوينا بيها وهي شنو، وراح يجي التلخيص مالتها عن قريب وتعاريفها وشنو. وملاحظة صغيرونة، البنية من اعمار الغزو، جيل التسعينات يعني. يلا بيس. كمون ها ليال بنت العور الدجال، بنت تقول له للعير عوفك اني لا محال. شوفي عرضك وشرفك ارخص من سعر البصال، يعني بالمعنى الصحيح حسنتي والنعال، يعني راح اسويك عبره واسمك على شرفك عطشره. ليلو مفخخه بكسك مفجوره، ودشليات بطيزك محشوره. كلمه مني وفهميها، انت بنيه قحبه يا ثوره يا بنت الثوره. طشرت لهذاك ابن الدوره، ابن اللي تجيها بالليل الدوره. وهسه راح اطشرك وباسم سلطان وحيدر وامار افجرك، وباسم سلطان وحيدر وامار افجرك. يعني عيرين 3 عيوره هسه ضربك، هم قحبه وهم سكسيه وهم نيتشتها ب500، وتفيد كل بنيه اسحاقيه وفيفا ليالي الكرديه. جوني باشي اليوم اضربك من ورا عالكاشي، والعب بكسك الخرخاشي يلي كرسك للتبع بصماشي. نبدي هسه بحيدر اللي عيره بكسك متفجر، اللي وقع كسك المتعمر يا قشمر يا بنت القشمر. نترك حيدر ونروح على امار اللي مخلي كسك محتار، اللي عيره بكسك يطفر شرار. ادري عير لو كوسره هذا. وهسه اجاني الدور، سلطان المفجور بكسك ومسوي اسمع عاطفيه يا ليالي الكرديه. اندقيت بملك زمانه، واقف مكانه راكب حصانه ويرأس بيك يا مهانه. كسره وكسرتين وبقتها مرتين، وعير بعيرين بكسك معذورين. يعني كسك اعرض من الطاوه، يعني انيجك من ورا على القدام معتبريها خاوه. يعني تجيني العيره وتقولي له تعال نتقاوى، يلي تتخيلين العير بحلقك حلاوه وتتغزلين بيها بترافع الطهطاوي. خله خبرش ترى كسك للعير سواله بلاوي، ورده حذرك العيوره سجلت على كسك دعاوي، والرفعه شكاوي. الازمي حدك ان على امك وان على الرباك وان على اهلك. سمعت غاتك ومرمل خوات السلطان، حتى تتعلمين درس يا حيوانه يا بنت الحيوان. يا بنت ترقص على الحان وتفر بطيز الولان وتنام على العير الخدران. كلامي هذا طياري، اسمعي وقنعي بعذاري، من سلطان جاك عير طشاري، افتحي كسك بسرعه. سمعيني يا بنت الكحاب، العفو يا بنت الناس، خلي عندك احساس، الغي النت وريحي الراس، ترى منه كل البلاوي. وهسه نرجع للعصر القديم ونحاول نلطف الجو مع الراقصة ليال على أحلى ردح في العصر القديم. حيوا شباب الراقصة ليال. أيوة وأحلى الكراد في بلاد الكردية. الله بالكراد، الله في بالكراد، الله يعلم الله. ايوه كانت معكم الراقصة ليالي الكردية اللي من اعمار التسعينات طبعا. واخيرا وليس اخرا، لزيارة كل ما هو جديد وكل ما هو حصري من الفيديوهات الرقصية الخلعية من الراقصة ليال، زوروا موقعنا الآتي www.wcomlayalialkurdiyة.com. كيرم بقونة.
بي